بقالي كتير ما صورتش فيديوهات طويلة، بقالي كتير كتير. انا جيت يا جماعة. السلام عليكم، انا سارة سيد. لو اول مرة تعرفيني يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة. الفيديو النهارده بيتكلم عن التخيل الواسع وانت بتشتري هدوم والتوفير الاقتصادي. هتفهموا. يلا يلا. من فتره قريبه في بنت دخلت لي وقالت لي انا نفسي اشتري لبس زي اللي انت بتوريهولنا، يكون اسعاره حلوه ويكون شكله حلو وكده، بس انا بعيده قوي عن الوكاله ومش هينفع برضه اروح بلد بورسعيد، لان هي فعلا لما قالت لي المحافظه هي فعلا محافظه سفر. فقلت لها لا طبعا حرام ان انت تروحي الوكاله، اصلا الوكاله في الاول وفي الاخر هي حظوظ، يعني ممكن تروحي اليوم ما تلاقيش اي حاجه، فانت ممكن تسافري على الفاضي يعني. فاقترحنا انا وهي ان احنا طب خلاص وريني كده الجروب اللي انت بتشتري منه لبس نفس النظام بتاع الوكاله، يكون اسعارها كويسه وحاجات حلوه. فقلت لها ماشي، بعت لها لينك الجروب، فعلا انا بتعامل معاه وهو ما كانش اعلان خالص لان انا كده كده بدفع فلوس. فالمهم تاني يوم دخلت لي ما شكرتنيش وقالت لي ان هو الجروب مش حلو قوي وفي عندك احسن. انا عايزه الجروب اللي انت تشتري منه. قلت لها والله هو ده الجروب فعلا انا بشتري منه. قالت لي لا هم عارضين الحاجه مش حلوه قوي والحاجه مش مظبوطه وفيها حاجات متبهدله وكده. فقلت لها للاسف طب مش لو لقيت لك حاجه تانية هقول لك وكده. لما قالت لي الكلام ده انا وقفت بقى على مرحله اني هو كده انا مش مفهومه كويس. فانا بقى جيت النهارده افهمكم هي الليله ماشيه ازاي. اول حاجه الليله ماشيه ازاي ان انا لازم اتخيل شكل الهدوم، ولازم ما تجيليش بطريقه يعني ما تجيليش اللي هي مبهره، لا، لان هو اللبس في الوكاله اصلا بيبقى شكله مش مبهر. احنا قدامنا ستاند كبير جدا في حاجات متبهدله، في نصها فيها حاجه حلوه. ممكن اشتري حاجه هي لفتت نظري في القماشه بتاعتها او في ستايلها، هي اصلا ما عليهاش تيكت براند يعني انا مش من النوع اللي انا بدور على البراند او كده، لا، انا بقى لما بعجب بالقطعه بشوف هي براند ايه، لكن مش بجري على البراند، لان اصلا في ناس كتيره بتضرب في التيكت عادي. يعني انت لو مجنونه براند واللي انت بتجري عشان انا لابسه خلاص انت كده مش لا. فانا بعجب بالقماشه الاول وبديزاين الحاجه فبشتريها. فلما دخلت على الجروب اللي انا بشتري منه هوريكم حاجات اصلا شاريها منه عشان تعرفوا ان انا بشتري كل الستاند ده منه. انتوا متخيلين ان انا يعني اعتبر كل 10 ايام او كل اسبوع بطلب منها اوردر، هي اسعارها حلوه. طيب ليه يا ساره انت تشتري من الجروب ده اصلا او بتشتري من الوكاله عموما؟ يا جماعه انا بحب اللبس، بحب البس، بحب. فلو انا بحب اللبس هلاحق منين في الفلوس بقى ان انا كل شويه اقوم دافعه ثمن اوردر؟ فلا، انا ماشيه بنظام التوفير الاقتصادي، ان هو اشتري من البالة، اشتري من الوكاله، اشتري من جروب بتبيع لبس بتاع اسعار حلوه ويكون عاجبني. هو في سببين. اول سبب ان انا بوفر في الفلوس، تاني سبب ان انا مختلفه، يعني انا لابسه لبس مش هلاقي حد تاني لابسه. لو لقيت حد تاني لابسه يبقى هو كان معايا في نفس الجروب واحنا مش واخدين بالنا. المهم بصوا يا جماعه، افهموا القصد من الفيديو ده. علشان قبل ما اوريكم اللبس عايزه اقول لكم ان لازم تبقى خيالك واسع، يبقى انت واخده القطعه كده انت بتتخيليها وانت لابساها، متخيلها وانت هتعملي فيها تعديل بسيط، يعني فاهمين؟ انا ساعات بشتري بناطيل كتيره بتبقى واسعه عليا بس هي نظامها عاجبني فبضيقها عادي 2 سم من هنا 2 سم من هنا والموضوع بيخلص. فتعالوا بقى اوريكم الحاجات اللي انا كنت شارياها واسعارها، وهوريكم طريقه عرضها برضو كده، وهوريكم انا كنت بلبسها ازاي. علشان الحاجه بتبقى شكلها حاجه وقبل ما تلبسيها، وبتبقى شكلها حاجه بعد ما انت بتلبسيها. اهم حاجه يبقى خيالك واسع وتبقى دماغك كده حط فيها لمسه فن، مش عايزين نبقى روتينيين. يلا بصوا، انا مش عارفه انتوا هتشوفوني ولا لا، بس اهم حاجه الهدوم، مش مهم وشي دلوقتي. دي اول قطعه اشتريتها، مش اول قطعه اشتريتها من البنت يعني، لا، اول قطعه على الستاند. الجيبه دي هي ستايل تاي داي، انا بحب قوي الستايل ده، وحتى باين اهو باين من الطرحه. وكانت براند برامود وكانت ب 45 جنيه، ضيقه سنه صغيره عليا، بس انا ما قدرتش اسيبها لان هي كانت معروضه فتره على الجروب. كل شويه افكر اجيبها ولا ما اجيبهاش، نصيبي ولا مش نصيبي، ب 45 جنيه. فقلت انا اختفيت، فانا هوطي كده وخلاص، انا خايفه كده حلو. فقلت ايه، انا هشتريها علشان هي عجباني، وفعلا طلعت مظبوطه عليا، بس برفعها شويه كده ايه، بس هي مظبوطه عليا. ولبستها اول مره في صلاه العيد، وبعد كده حسيت ان هي الستايل ده مش حلو قوي، بس انا كنت عشان رايحه صلاه العيد فكنت لازم البسها باحترام ومحتشم عشان لما اجي اركع واصلي في الشارع.
فبعد كده فكرت ان انا هطقمها تطقيم تاني، ولسه هطقمها تالت عشان انا لقيت بلوزه لايقه عليها قوي، مش عارفه البلوزه راحت فين، بلوزه اوف وايت كده. بصوا تبقوا استنوا بقى في الفيديوهات، الفيديو جاي عشان باذن الله ممكن اطقمها. تعالى بقى نتكلم على الجيبه التاني اللي لبستها طبعا على الحزام ده عشان هي واسعه برضو. الجيبه دي كانت ب10 جنيه، وكان عاجبني ستايلها جدا، والبنت قعدت تعمل عليها سيل لحد لما وصلت ل10 جنيه. الجيبه دي ب10 جنيه، 10 جنيه والنبي ما تحسدوها. يعني ممكن الواحد يحسد الحاجه كده من غير قصده، يعني انا فاهمني. المهم بهزر معاكم، انتوا حبايبي اساسا، الناس الكويسه. المهم ان دي كانت واسعه عليا قوي، يعني بصوا وسطها قد ايه، وسطها قد ايه. فلبست عليها الحزام وعملت هيك كده، بحط دبوس يعني من ورا كده بتنيها، يعني انا طب ما اوريكم. بحط دبوس كده بالطريقه دي، بحط كده وبحط هنا دبوس كده فتبقى ضيقه، بس لازم البس تحتيها بنطلون لان الدبوس ده لو وقع هتبقى مشكله كبيره. تعالى بقى نتكلم عن البناطيل. البنطلون ده برضو انا كنت شارياه ب45 جنيه، ده بقى مقاسي بالظبط، عجبني قوي ستايله، وعملت سيرش على البراند بتاعه. هو انا مش عارفه اقرا البراند بتاعه، اسمه تايفون، مش عارفه. بصوا مش عارفه اقرا البراند بتاعه قوي، بس لما عملت عليه سيرش على البراند دي لقيت البنطلون معدي سعره، كان معدي، يعني انا كنت شاريه 45 جنيه، هو سعره في الاصل ب1000 وحاجه، مش بهزر. البنطلون ده بقى مصري، صناعه مصريه 100%. عجبني ستايله، مش عايزه اقول لكم انا بلبسه قد ايه، هو كتان بس خفيف، بس بستحمله البسه في الصيف عادي من كتر هو عاجبني. دي ماركه اسمها لافلي، ماركه مصريه، وبصراحه يعني صناعه زمان في يعني صناعه مصر زمان كانت بتبقى حاجه قيمه. تعالى بقى نتكلم على الجواكت. جبت البليزر ده، هو اللي حصل له انا وسخته ولا ايه؟ ماشي. البليزر ده زارا طويل فحلو قوي للحجاب، ده صيفي، كان ب60 جنيه، كنت شاريه في الشتاء، فهي باعته ب60 جنيه عشان هو قماشه صيفي، فانا بلقط الحاجات الشتوي في الصيف والحاجات الصيفي في الشتوي. ده بقى ده كان في الشتاء، كان ب45 جنيه، جايباه علشان البسه على اي فستان، ده كتان. وجبت ده بقى طويل جدا، يعتبر زي عبايه كده، بس انا بلبسه برضو جاكيت، لسه جايبه له زراير عشان هجدد الزراير اللي فيه. الزراير حلوه بس انا جايبه له زراير ذهبي، جايه على يعني زراير ذهبي ستايلي شويه. الموبايل بعدله، بصوا استحملوني عشان ايه ما اتخانقش على الموبايل. طيب مش مهم. جبت بقى الجاكيت ده بليزر برضو كتان حلو قوي، غسلته وكويته، كان ب65 جنيه. الزراير مش متكسره، هي نظام الزراير كده اهو. بصوا الموبايل قرب يفصل شحن، هي ناقصه. بص يا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بصوا هي كل حاجه بسيطه كده اهي. ماشي انا قربت اخلص الفيديو، بس مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. اخيرا عدلته اهو، بصوا شكله حلو. انت هتبص تاني ولا ايه؟ اخر حاجه بقى اوريها لكم، البيزر ده لبسته في العيد، كان هو اوفر سايز شويه وعجب ناس كتيره قوي. وبصوا زرايره اهي، وده كان ب65 جنيه، اغلى حاجه فيها. ده يعلمنا ايه؟ انا بص هنا ليه، ده يعلمنا ايه؟ يعلمنا ان احنا يبقى خيالنا واسع، ان احنا فاهميني. اذا كان بقى نزلت الوكاله او بلد بورسعيد، انا على فكره نزلت بلد بورسعيد قريب ومصوره فيديو حلو جدا واتصدمت فيه، بس اشتريت حاجات، فاستنوا الفيديوهات الجايه. وما تنسيش اللايك والاشتراك لو استفدت من الفيديو، ما استفدتش اعملي لايك واشتراك برضه عشان انا استفدت باي حاجه. وباي باي.